ونقول اللهم صل على سيدنا محمد صلاة عون ومدد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لن يقدر علينا بها أحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ يومنا كده بشوية نشاط. جيت افتح التلاجة لقيتها مليانة ردة. العيال بياخدوا العيش ويوقعوا من الردة في الفريزر زي ما انتم شايفين، وشوية حاجات كده واقعين. قلت ايه، انضفهم بالمرة. طلعت كل اللي في الفريزر ورحت منضفاه. مع شوية نظافة كده وشوية نشاط عشان الواحد يحس ان هو ايه، عايش كده. لما بتحسي ان انتي قاعدة في مكان نظيف بيبقى الموضوع بيفرق مع الواحد. النظافة بتخلي النفسية في حتة تانية خالص. المهم انا عايزة افتح التلاجة احس ان هي كده ايه، ما فيهاش لا مكان عيش ولا ردة ولا الكلام اللي انا بشوفه ده. طلعت كل اللي فيها ورحت ماسكاها منضفاها زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. وبعدين في حته زي الشبكه تحت كده لقيتها مليانه رده، والعيال بيزقوا لي فيها الرده ومش عارفه انضفها. رحت جايبه السكينه وبالفوطه ورحت منضفاها بالراحه واحده واحده على اساس انه ايه، الدنيا تنضف. انا عايزه اقول لك طول ما انت ايدك في المطبخ ما تشيليش هم حاجه. ما فيش حاجه بيفضل يمسك فيها الوسخ الا اذا كنا بنسيبها يوم واثنين وثلاثه وعشرة، وافضل بقى ماسكه التليفون. والنهارده مش فاضيه، النهارده بودي درس، النهارده بودي تمرين، النهارده راح عند ماما، النهارده رايحه خارجه. وبتسيبي الحاجه تأهمليها تلاقي الدنيا باظت فيها. فانا بقول لك اول باول تلمي حاجتك بتحسي براحه نفسيه. يا سلام بقى لما تعملي لك كوبايه شاي كده ترتاحي شويه يعني ما بقولكيش تحملي على نفسك، لا بالراحه، واحده واحده، علشان النظافه دي تبقى عايزه طولة بال عشان الحاجه تنضف على اصولها، علشان تبقى حلوه كده ولما تبصي فيها تبقي مرتاحه. خلاص خلصت كل حاجتي ورحت ايه قافله التلاجة. قلت بقى اشوف البوتاجاز. مسكت البوتاجاز برضو، الحوامل بتاعه البوتاجاز غسلتها وغسلت العيون واتكيت عليها في الغسيل. وانا كده كده الازاز ببقى فرشه عليه حاجه زي ما انتم شايفينها كده على اساس انه يبقى ايه، ما يتعبنيش في الغسيل. لان برضو زي ما بقول لكم مش كل يوم احنا هنمسك البوتاجاز وهنغسله الغسله اللي هي المتينه اللي هي بتاعت غسله عميقه يعني. انا بغسل كل يوم مكان بس الطبيخ، وفي ايدي الفوطه بتاعتي وبخلص. لو في حاجه وقعت مني، حاجه جت كده، حاجه كده، في ساعتها لازم تشيل عشان ايه، ما تلمش على حاجه. طبعا انا عندي شويه كراكيب في المطبخ مع النظافه كل يوم. الكراكيب دي بتبداي تطلعيها واحده واحده، فبالتالي ما بيبقاش عندك كراكيب. يعني حاجات بتستخدميها، حاجات ما بتستخدميهاش، بتركني من اللي انت عايزاه بتركنيه، واللي انت مش عايزاه بتبداي تتخلصي منه طول ما انت ايدك في المطبخ على طول. طبعا غسلت الرخامه وحطيت الحوامل تحت البوتاجاز وحطيت كل حاجتي ومسحت الارضيه. والفوطه بتاعتي ما حدش يتكلم عنها علشان خاطر الفوطه بتاعتي دي بتريحني جدا، وهي لونها كده ما بتنضفش. غسلتها غليتها عملت فيها اللي انا عايزاه برضه ما بتنضفش. بس عامه هي زي الفل بالنسبه لي. المطبخ ايدك فيه على طول يبقى دنيتك هتبقى زي الفل. طبعا هنا الغساله قلت يعني هي ملهاش نفس، يلا بينا تعالوا نمشي عليها الفوطه كمان بالمره عشان تبقى حلوه. المطبخ بقى قلنا يوم تاني عشان ما تقلش على نفسي. انا ما بحبش اتقل على نفسي في اني اشيل كل حاجه مره واحده. وده كان المنظر النهائي. مسحت الارضيه، طبعا ما بمسحش بشرشوبه، بحب ارضيه المطبخ بقى امسحها بالخيشه. وسلام.